مبروك للمغرب، مبروك للمغرب بطولة افريقيا، وهي تستحق وهي الاحق، وها هي العدالة تتحقق ولو في كرة القدم، ولو مرة في في واقع يغلب فيه حالة من حالات غياب العدالة في العالم كله بأسره. فلما يبقى في عدالة تتحقق على أرض الملعب أو حتى بين الغرف الاتحاد الإفريقي، ويعود مرة أخرى البطل الحقيقي ليكون هو البطل الفعلي للبطولة بحصول المغرب على كأس إفريقيا في البطولة التي نظمتها في واحدة من أجمل بلدان إفريقيا وربما من أجمل بلدان العالم، كما أنها واحدة من أهم البطولات تنظيما ومن أجملها تنظيما، لا ينافسها إلا قليل، سواء تنظيم في مصر أو في بعض الدول الأخرى، لكن كانت تنظيم في المغرب بشهادة الجميع شيئا بديعا ورائعا. لكن المبروك الأهم فعلا في هذه اللحظة هي مبروك لعودة الإنصاف للمغرب وبطولته. أولا المغرب من اللحظة الأولى أديرت ضده حملة دعائية عدائية عدوانية غريبة جدا تترصد وتتربص بالتنظيم الذي هو واحد من أجمل تنظيمات كأس إفريقيا. فإذا بينا أمام هذه الحملة المنظمة والمستشرية والمتفشية في وسائل التواصل الاجتماعي وعبر دول عربية جارة للمغرب، فإحنا قصاد مشهد كان في حالة من العدوان والتربص غريب جدا، واتهامات للتحكيم في البطولة بالانحياز للمغرب من أول لحظة. خد بالك المغرب هي رابع عالم كأس العالم الماضية، خد بالك هي بطلة البطولات المحلية الأخيرة في إفريقيا، خد بالك هي كانت بطلة العرب، خد بالك إنها من أهم منتخبات العالم، ترتيبها ترتيب يتصدر الدول الإفريقية، ومع ذلك وكأنه التحكيم الإفريقي كان شغال لصالح المغرب، ويقول لك أصل ده يستفز الناس. إيه اللي يستفز الناس؟ وهي المغرب في حاجة إلى مساندة تحكيمية؟ وإذا كان في مساندة تحكيمية فهل فريق بحجم المغرب ومواهبه وقدراته وإنجازاته وعروضه اللي قدمها في البطولة أو غيرها، هل في حاجة إلى معاونة أو عون في مواجهة منتخبات كانت متوسطة الأهمية حتى في بطولات أفريقيا أو في البطولة الإفريقية؟ ثم إذا كان في انحياز للتحكيم الإفريقي، فهو دعوة لنا كلنا بقى ان احنا نسأل نفسنا الانحياز بمعنى ايه؟ انحازوا للمغرب فين؟ بدليل المغرب ما خدتش البطولة الا مرة واحدة في تاريخ. يقول لك اصل ده نفوذ رئيس الجمعية كرة القدم هناك، بيسموه الجمعية اظن، اللي هو اتحاد الكرة المغربي، فوزي لجع. ايه نفوذه؟ اصله نفوذ كبير، وعشان كده هو اللي خلى الاتحاد الافريقي يحكم لصالح المغرب. طب هو كان فين نفوذه؟ ده هو رئيس الاتحاد المغربي ده من سنه 2014. فين نفوذه في افريقيا؟ شفنا فين بطولات اللي حصل لها المنتخب المغرب بنفوذ الاخ فوزي؟ فين؟ ولا هو افترى وخلاص؟ وبعدين لو كان له نفوذ، طب ما البطوله كانت على ارضه، والنهائي بترتكب فيه جريمه من المنتخب السنغالي، جريمه رياضيه، وبيرتكب فيه جريمه تحكيميه من الحكم اللي ما لغاش المباراه بعد خروج منتخب السنغال من المغرب. كان فين نفوذ فوزي لجع؟ كان فين؟ فما هنقعد بقى نبحث عن يقول لك اصله الظلم التحكيمي اولا احنا كمصريين اخر ناس نتكلم على التحكيم الافريقي ارجوكم. احنا ابطال افريقيا، احنا على مستوى المنتخبات اكتر منتخب بطل لافريقيا كويس، وعلى مستوى الانديه عندنا ملك افريقيا المتوج، عندنا الاهلي وعندنا الزمالك وحتى بيراميدز، وعندنا احنا اكتر انديه حصلت على بطولات افريقيا. فاذا كنا احنا ناويين نتهم التحكيم الافريقي يبقى بنتهم نفسنا يا جماعه، يبقى بنتهم نفسنا. لو نقول التحكيم الافريقي ظالم، التحكيم الافريقي غير عادل، التحكيم الافريقي مرتشي، التحكيم الافريقي منحاز، يبقى كده خدنا البطولات بالكلام ده. احنا مش فاهمين بنقول ايه. ثم مرة أخرى تعالوا نتكلم على التحكيم الإفريقي غير العادل والظالم على الجميع،
بدليل انه على المغرب اول حاجه في نهائي افريقيا اللائحه بتاعه البطوله بتقول في الماده 82 الخروج من الملعب، الخروج من الملعب بمثابه الانسحاب، و3-0 الفريق المنسحب يحسب النتيجه ضده 3-0. ايه اللي حصل؟ الحكم الافريقي نتيجه الابتزاز والاستفزاز، حصل ابتزاز واستفزاز للمغرب قاطبه، شعبا وحكومه ولجنه منظمه للبطوله ومنتخب. الاستفزاز السنغالي بتاع يعني تحسب عليها ضربه جزاء هبوظ لك البطوله، تحسب عليها ضربه جزاء هننسحب ونعمل فضيحه، هننهزم مش عارف ايه. وما تقعدش تقول لي برضه اصله في الماتش ما اتحسبش للسنغال جول. ازاي يا راجل؟ ده زقه. وبعدين هدف السنغال اللي خد فيه البطوله توهما يعني يومها بفاول من السنغال، دفعه من لاعب السنغال للاعب المغرب. بس طبعا كان خلاص الابتزاز تم والاستفزاز تم، وكان من المستحيل الحكم حتى لو منصف عادل يعني ان يصفر يقول ده فاول، هيقول لك على طول انحياز للمغرب، شفتوا عايزين يدوا البطوله للمغرب، كأن المغرب مثلا فريق يعني متوسط ولا فريق يعني ضعيف وهم بقى بيسندوه. انتوا اتجننتوا. فلما نقول انه العداله تحققت تقول لي لا اصل البطوله كده اتخذت بقرار اداري. يا راجل يا راجل، ده انت لسه حتى هنا في مصر كان بيراميدز رافع دعوه في المحكمه الرياضيه عشان الاهلي ورابطه الانديه وانه هو يستحق الدوري مش الاهلي في الموسم الماضي، وحكمت لصالح انه احنا اللائحه عندكم محصنه والبطوله للاهلي. طب ما هو انت اقريت بانه في قرار اداري، كان ممكن جدا القرار الاداري ده من المحكمه الرياضيه يقول ان البطل بيراميدز. وحصلت كثيرا جدا، بيحصل لجان منظمه كثيره جدا بتحصل بعد شكاوى والاتحادات تسحب الميداليه من البطل اللي خد الميداليه على مستوى الالعاب الفرديه مثلا، بتسحب الميداليه منه. ده ممكن يبقى تصرف يعني غير رياضي عمله يسحب البطوله منه، يسحب الميداليه منه. فما بالك بقى بكارثه تحكيميه حصلت بانه مخالفه للائحه. الحكم ارهب، ما جرى في استاد المغرب في استاد المباراه كان ارهابا من المنتخب السنغالي ومن الجمهور السنغالي. وعشان كده كان ببساطه شديده جدا الحكم لصالح المغرب. انا عارف ان المغرب ربما تتعامل مع هذه البطوله باعتبار انها يعني ما بقاش في تشوق ولا يعني ابتهاج بالحصول عليها، واعتبار انه اظهرت للمغاربه وللجمهور المغربي وللرياضيين المغاربه قدر من العدوانيه والعداء الرياضي من قبل الجهات في افريقيا، ومشاعر من جمهور يعني ومن اعلام. اظن ان المغرب في حاجه الى انها تعيد مره اخرى منظومتها الاعلاميه الرياضيه الموجهه للعالم العربي، لان يبدو انها كانت مهتمه اكتر بكتير بوجودها جوه المجتمع الرياضي الاوروبي والغربي اكتر من وجودها جوه المجتمع الافريقي والعربي، لانه في حقيقه الامر اديرت ضدها حملات ظالمه ممنهجه ويعني ومنظمه، ولم تستطع القدرات الاعلاميه المغربيه مواجهه هذه الهجمات الشرسه والتهجمات الظالمه. وحصل يعني برغبه هائله تم انجاز كثير منها بنجاح في التشويش والتشويه للبطوله والضغط والارهاب على المنتخب المغربي وعلى ادائه وعلى نتائجه. وتوج المشهد في النهايه بقى بمباراه التي كانت فضيحه رياضيه من وجهه نظري، في اعلان سافر للبلطجه، في حاله من حالات البلطجه والابتزاز والتحريض والاستفزاز، انه لا تحسب لنا يعني لا تدينا البطوله لا ننسحب، ما تحسبش ضربه جزاء او تحسب ضربه جزاء فنهدد بانهاء البطوله بمشهد فضائحي ومشوش مشوه. يعني حاله ده بقى وكانه ده دعوه. يعني لو كان الاتحاد الافريقي سكت
عن هذا المشهد السنغالي اللي تكرر عندك في اي حته في الدنيا. تعمل بطوله هنا في مصر بقى في استاد القاهره، وانجاز مصر كالعاده لما بتنظم بطوله افريقيا بقى مدى نجاحاتها ومدى يعني جماهيريتها، ووسط بقى 100,000 متفرج، وبعدين انت بقى مصر بتلعب فريق السنغال فيتحسب ضربة جزاء على السنغال، فالسنغال تقول لك لا مش لعبة وتبقى بتنسحب وتبوظ لك بقى انت بقى ساعتها تنبسط. السنغال او غيرها ما هو هيبقى منهج بقى، وفي مصر او في غيرها ما هو هيبقى منهج. لا فوز لا يعني لا بوظ لكم الفرح، لا يعني تتواطئوا معايا، لا اشوه لكم البطولة. ده هيبقى منهج وممكن تفاجئ بيه في اي مكان في العالم بقى، في اي بطولات في العالم، مش بس على مستوى المنتخبات وعلى مستوى الانديه، مش بس على البطولات المجمعه، لا وممكن يبقى على مستوى البطولات اللي هي ذهاب واياب في البطوله. فانت قصد كانك لو وافقت على ان السنغال بهذا المشهد وبتلك الطريقه وبذلك الاسلوب حصل على بطوله افريقيا، كانك تقر هذا المنهج وتلك الطريقه وهذا الاسلوب في الحصول على البطولات. ويلا بقى يلا نهدد بالانسحاب او ننسحب ونقول لكم يا ظلمه وانتوا بتتواطئوا وانتوا بتنحازوا وانتوا مع مش عارف اصحاب الارض وانتوا ايه، فيحصل تشويه وتشويش كامل لمعنى الرياضه والمنافسه الرياضيه. ويجي في الاخر يقول لك اصله الاتحاد الافريقي، واصل لجنه الحكام، اصل التحكيم الافريقي، اصل نفوذ المغرب. يا جماعه اللي انتوا بتقولوه ده يعني دليل قوي جدا على ان مفيش نفوذ للمغرب، لانه ده حصل في المغرب مش في بلد تانية، ومع ذلك المغرب استسلمت للابتزاز والاستفزاز، وانتهت البطوله بانه الكاس خدته السنغال بهذه الطريقه اللي فيها بلطجه كرويه، والحكم ما نفذش اللائحه الواضحه الصريحه في اللائحه في البطوله. طب يعني يبقى فين النفوذ بتاع المغرب؟ وفين الانحياز للمغرب؟ اللي حصل بعودة البطولة للمغرب وانحياز للعدالة. ومرة أخرى اللي عايز يلطش أو يشوش أو يهوش على التحكيم الإفريقي احذر، لأنه قائمة البطولات مش لصالح إنك تشوش وتشوه. أنا بكلم الجمهور المصري وبكلم النقاد المصريين والإعلاميين المصريين والرياضيين المصريين تحديدا. أما عن إفريقيا نفسها فاحنا طول الوقت نقول إيه؟ مستوى التحكيم الإفريقي، مستوى التنظيم الإفريقي. طب يا جماعة لما كان التنظيم الإفريقي ممتاز في المغرب كان إيه رد فعل ال الأطراف المشاركة؟ غير ما شفناه من تشهير وتشويه وتشويش. يعني ما هو ادي التنظيم، فقعدوا نقول اصل البعوض، اصل النمل، اصل مش عارف ايه. خلاص يا حبيبي روح بقى نظم انت بطولات مع الفيله والاسود احسن، ورينا كده فرجنا. يعني كل الدول الافريقيه لما بتعمل بطولات وتنظمها بتعملها بناء على قدراتها وطاقتها، والدول الافريقيه ليست دول غنيه ولا دول رفاهه ولا دول يعني اقتصاديا بتحاول وبتجتهد. فما تقعدش بقى تروح بطوله افريقيه بقى وتشكي اصل صوت الضفادع، اصل ايه الكلام الفارغ ده، اصل بيودونا باتوبيس مش عارف مش مكيف. دي طاقات الدول الافريقيه. مره اخرى مبروك للمغرب، ولا تعيروا اي هما ولا اهتماما لهؤلاء المشككين اللي طول الوقت عندهم رغبه ان هم يقولوا ويلوحوا ويشيروا ويعني وينغصوا فرحة المغرب بجمال فرقته وجمال وعظمة وروعة منتخبه وحقيته في هذه البطولة وعظمته في تنظيم هذه البطولة وحقيته في الحصول على هذه البطولة، وقد حصل عليها. وألف مبروك للمغرب وللمغاربة وللشعب المغربي فعلا.